السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من الداتا تايبس، اسمه dictionary. dictionary يعني معجم. ايه هو الديكشنري ده بقى؟ الديكشنري ده برضو يعني ده بخزن فيه قيم برضو زي الليست، وزي اللي هناخده التابل، زي هناخد الست. ده بخزن فيه قيم بس بطريقة مختلفة. بطريقة ايه؟ الفاليو، الكي والفاليو. الكي والفاليو، المفتاح والقيمة. أول حاجة هنا بيقول لك each key is separated from its value by a colon. هنا كل مفتاح بيتفصل عن الفاليو بتاعته اللي هو القيمة بتاعته بكولون، بنقطتين دول. هتشوف تحت هنا برضو هشرح لك تحت هنا. بيقول لك the items are separated by commas and the whole thing is enclosed in curly brackets أو braces، مش هتفرق. اللي هما الأقواس دي، الأقواس المتعرجة دي بتاعت الديكشنري. وبيتفصل بين كل عنصر وعنصر، أو بين العناصر بكومز. أهي الكومز دي. تمام. accessing values in dictionary. لو عايز بقى أوصل لفاليو في الديكشنري ده، اللي هي الفاليو دي، ده الكي، النيم ده الكي، والذرة ده الفاليو بتاعته، الايدج ده الكي والفاليو بتاعته السيفن. الكي هو الكلاس، الفاليو اللي هو فيرست، المفتاح والقيمة. المفتاح بيتكتب الأول وبعدين القيمة، الكي، ثم الفاليو. فلو أنا عايز أكسس على عنصر في الديكشنري بستخدم السكوير براكت. السكوير براكت اللي يعني هي بتاعت الليست دي، بعمل كده. ده السكوير براكت. تمام. along with the key to obtain، وبعدين بحط فيها الكي اللي أنا عايز أطلع الفاليو بتاعته. يعني أنا هنا عملت نيم، فلو أنا عملت له برنت بالشكل ده هيديني زارا، مش هيديني نيم. ما انا بحط الكي وهو بيطلع لي الفاليو. تمام. برضو ممكن ناخده عملي. نعمل كده وبعدين نروح هنا ونعمله كده. استنى اكبر البتاع دي. المفروض كده ان شاء الله يعني تكون ظاهرة. لو انا عملت برنت كده. اوكي ثواني، مسيفتوش. انا عايز اعمل كده. هنا ظهر لي. خلينا في، احنا قلنا خلينا في النيم احسن. سيبنا من دي اهو. فكك من دي، معمولة أنا عاملها يعني، أو الدكتور عاملها عشان تظهر لك إن هو عايز يأكسس على النيم. لو أنا شلتها كده أهو. بص أهو طلع لي زارة. أنا بحط الكي هو بيطلع لي الفاليو. فلو أنا عايز أكسس مثلا على الإيج، لو أنا كتبت بالشكل ده، أنا شلت دي كده وخدت دي كده وأكسست على الإيج، هيديني إيه؟ المفروض ما يدينيش إيج، المفروض يديني 7. لو عملت كده اداني 7. وكذلك برضو الكلاس. تمام. تمام. لو رحنا للي بعد كده، انا هدخل بعد كده على السكشن ان شاء الله، يعني حابب بس اشوف المحاضرة. بعد كده عندنا هنا ديكت. اي فاريبل بقى، مش شرط ديكت يعني، بس هنا ده ديكت، ده بيعبر عن ديكشنري عشان يعرفني ان ده ديكشنري. بفتح الكيرلي براكتس بتوعي، وبكتب الكي بتاعتي، وبكتب الفاليو بتاعي، الكي بتاعتي ثم الفاليو بتاعي، وكذلك. هنا بقى لو انا عايز اعمل ابديت لاكزيستنج انتري، لمدخل موجود هنا، لو عايز اعمل له ابديت ايه، لو عايز اغير فيه مثلا الايدج هنا ب7، طب لو انا عايز اخليها 8، فبكتب اسم الديكشنري بتاعي، الفاريبل يعني ده، وبعمل السكوير براكتس دي اللي انا كنت باكسس عليها، مثلا الايدج اللي انا عايز اعمل له تعديل، وبعدين بعمل ايكوال والتعديل اللي انا عايزه. يعني انا لو كتبت هنا ممكن نشوفها مع بعض كده. ولو أنا كتبت 9 هيظهر لي 9، لو أنا كتبت 10 هيظهر لي 10، كده مثلا. لو أنا عملت بعدين برنت للديكت، لو أنا كتبت كده الديكت هيظهر لي 7 ولا 8. أنا عملت هنا أبديت،
فالمفروض يظهر لي 8. ظهر لي 8. تمام. ده لو عايز اعمل ابديت، لو انا مثلا عايز اعمل النيم ده اهو، عايز مثلا اخليه عدل اهو، مع ان هنا مكتوب زارا. تمام. تمام، نروح للي بعد كده. لو عايز اعمل اد نيو انتري، لو عايز مدخل جديد، اضيف مدخل جديد، اضيف عنصر جديد، اضيف كي وفاليو جداد، بعمل ايه؟ بعمل اسم الديكشنري بتاعي برضو، وبفتح السكوير براكت، بكتب اسم جديد مش موجود هنا، لازم جديد، ما ينفعش تعمل نيم تاني. ولو سميتها هقول لكم بعدين. دلوقتي النيم دي اسمها زارا. هل خلينا فوق هنا، النيم دي اسمها زارا. هل لو انا عملت هنا كده نيم تانية، نيم تانية خليها بالكامل، نيم، وعملت لها اسم تاني اسمه حبيب، المفروض لما اجي اطبع الديكشنري ده هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي زارا. هيطبع لي زارا وسبعة وفيرست وعبد الحليم؟ لا، هيلاقي ان الكي متكررة مرتين، فهياخد اخر فاليو مكتوبة. يعني مش هياخد كده زارا، المفروض هياخد عبد الحليم. نجرب. نجرب اهو. خد عبد الحليم، خد اخر فاليو كانت للفاريبل ده او للكي ده، كان نيم زارا. بعدين انا قدام لقى نيم عبد الحليم، فهياخد نيم عبد الحليم وهيسيب نيم زارا. تمام. فلو عايز اضيف هنا نيو انتري، بعمل ايه؟ بعمل اسم الديكشنري والاسم الجديد اللي انا عايزه، مثلا عايز اضيف فيهم سكول. سكول، واسم السكول دي دي بي اس سكول. فانا هعمل كده، بتعمل كده بالظبط اهو كده. بعدين بتعمل برنت للديكشنري بتاعك. فبص، ده في الاخر سكول والتي بي اس الفاليو بتاعتها. تمام. تمام. بعد كده هو هنا طبعهم اهو، وهنا طبعهم واحنا طبعناهم. بعد كده ده ديكشنري جديد. لو عايز بقى اريموف، لو عايز احذف مدخل with key name، لو انا عايز احذف مثلا النيم هنا، اعمل كده بدل. دل دي اختصار ديليت. اوكي. دل دي اختصار ديليت. فلو انا عملت كده وعملت بعدها ديك، المفروض بيشيل ايه بقى؟ مش هيشيل لي النيم بس، بالعقل كده مش هيشيل لي النيم ويسيب لي زارا ايدج. طب زارا دي بتعمل ايه هنا؟ فلما انت تشيل النيم، لما انت تشيل الكي هيحذف معاه الفاليو. فما ينفعش تكتب هنا في المكان ده، ما ينفعش تكتب الفاليو، ما ينفعش تكتب زارا. عايز تحذف زارا لازم تكتب الكي بتاعتها، ساعتها هيحذف لك الاثنين نيم وزارا. ما ينفعش تكتب زارا بس، لو كتبت زارا مش هيديك اي حاجه. فبص لو انا عملت كده اهو، على طول age 7 class first school، حذف لي مين؟ حذف لي النيم، الكي بالفاليو بتاعتها، النيم بالزارة. تمام. تمام. بعد كده لو عايز remove all entries، ده لو عايز اشيل كل اللي في الديكت، اشيلهم احذفهم، كل اللي جوه، مش احذف الديكشنري كله، احذف اللي جوه الديكشنري. خلي بالك من دي، عشان هتلاقي اللي بعدها اللي هي ديل ديكت، ده بتحذف الديكشنري كامل. تمام. فانا لو هنا انتر، تمام، فلو انا عملت ديكت اهو، بص، حذف لي اللي جوه وساب لي الديكشنري. طب لو انا عملت ديل ديكت، ديل ديكت، وبعدين عملت ديكت، ديل ديكت، وبعدين عملت له ديل، كده حذف لي الديكشنري كامل اصلا. حذف لي الديكشنري كامل، المفروض كنت طبعت او كده اتحذف. لما انا عملت له تاني ديل ديكت، بيقول لي name dict is not defined، مش متعرف. طب لو انا عايز اعمل له برنت، اتاكد. بص، يقول لي برضه is not defined class dict، ده كده طبع لي ان هو، يعني عرفني ان هو dict.
لكن هو مش موجود بقى، ما انت حذفته. انت حذفته. بعد كده ديدكت خلصناه. بعد كده الست، لا خلينا احنا لسه اصلا ما خدناش التابل، هنبقى ناخد التابل بعد كده. تعال دلوقتي للسكشن. هنا بيقول لي create and rent a dictionary. نشتغل بقى عملي. عشان نعمل ديكشنري نعمله واحدة واحدة. احنا قلنا عشان نعمل ديكشنري هنعمل ايه؟ اول حاجة عايزين نعمل variable، فهسميه مثلا ايه؟ my dict. مش شرط اكتبه dict بس، او dictionary براحتك. my dict تعمل له equal، تفتح قلنا الكيرلي براكتس بتوع دول كده. دول بتوع الديكشنري، دول بتوع الست الليست، دول بتوع الليست، دول بتوع الديكشنري. بس في فرق دلوقتي هنبقى نتكلم عندهم في الست. يعني في فرق بين الست والديكشنري عشان الاتنين نفس الأقواس دي. قلنا الديكشنري عشان أعمله بياخد مني إيه؟ كي وفاليوز. فالكي بتاعتي مثلا هعمل كي هسميها آه مثلا تايب. بعدين قلنا بفصل بينه وبين الفاليو بإيه؟ بكولون. وعشان أعمل التايب الفاليو بتاعتي بفتح لها برضو دبل كوتيشن وبكتب جواها مثلا انت. التايب بتاعي انت. عشان افصل بين العنصر ده والعنصر اللي بعده قلنا بنعمل كوما. بعد كده بعمل مثلا كي تاني وفاليو تاني هسميه ايه color مثلا. وافصل برضو بينه وبين الفاليو كولوم مثلا blue. بعد كده كفاية كده، احنا ممكن بعد كده نعمل ماي ديك نطبعه. تمام، هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي الديكشنري بتاعي اهو. التايب، التايب انت، والكالر بلو. لو انا عايز بقى اطبع انت بس او بلو بس، قلنا بنعمل ايه؟ قلنا بالفوق بنأكسس عليها، بنأكسس عليها اهي. ديكت نيم، او انت بتقول له ديكت نيم بس. يعني احنا هنا ما عندناش ديكت نيم. هنا مثلا عندنا برنت اهو ديكت. لا انا مش هسميه ديكت بقى، احنا مسمينه ماي ديكت. تفتح قلنا عشان أأكسس على element أو أأكسس على key فيها ويجيب لي الفاليو بتاعه، بنعمل سكوير براكت كده. وبعمل اللي أنا عايزه مثلا التايب هو تي كابيتال كده. قال لي إيه؟ قال لي إن طلع لي الفاليو بتاعته ما طلعليش الكي. فتخيل لو أنا كتبت بص هيديني ما فيش ايرور. فالمفروض بتأكسس بالكي مش بالفاليو. وكذلك برضو لو عملت على color المفروض هيديني بلو اهي بلو. نشوف اللي بعد كده. هنا اصلا هنا اكسسنا على النيم، مش مهم النيم يعني بلاش نشتغل هنا. لو انا عايز اعدل بقى هنا قلنا لو عايز اعمل ابديت نعمل ابديت. مثلا احنا عندنا الكالر بلو، فلو احنا عايزين نخلوه مثلا ريد فبناخد كده. ولا اقول لك كده كده نفس الفرق. لا احنا قلنا مش بلو بقى، شفت كالر. تكتب الكي مش بتكتب الفاليو. عايز مثلا اخليها ريد. بص اتعدلت. تايب انت الكالر ريد. وكذلك برضو لو انا عايز التايب بتاعي ده اهو، اما خلوش ريد بقى خليه سترينج مثلا. بقى اس تي ار سترينج.
ده انا كده عملت ابديت. بعد كده بيقول لك add and remove a key value pair. هنا لو عايز ازود او اضيف كي تانية بالفاليو بتاعتها، او عايز remove element معين او كي معين ويتحسب بالفاليو بتاعه. فانا هاخدهم كده اهو. بيتكتبوا ازاي بقى؟ اول حاجة قلنا بتكتب الديكشنري بتاعك وتكتب اللي انت عايز تضيفه. انا مثلا هنا هضيف جوب، وظيفة، هضيفها في الديكشنري بتاعي اللي هو ده. هضيف ايه؟ جوب والفاليو بتاعه اسمه انجينير. شيل الماي ديكت دي دلوقتي، شيلها دلوقتي. لو انا عملت برنت للماي ديكت دلوقتي المفروض دي هتظهر في الاخر، هيظهر لي جوب بعدين انجينير. فلو عملت كده ظهر لي جوب بعدين انجينير. لو انا عملت بقى اللي هي الديل ماي ديكت وعملت ماي ديكت، ماي ديكت، يبقى هيعمل لي ايه؟ هيحذف لي. ما عنديش اولا كده سيتي، فانا مثلا عايز احذف التايب مثلا. فلو عملت كده المفروض التايب هتتشال لوحدها؟ لا، هتتشال بالايه؟ بالسترينج بتاعتها. مش انت بقى، هي كده كده احنا عدلناها، هتتشال كلها اصلا كده. ما تبقاش غير الكرر اللي هو الريد والجوب اللي هو الانجينير. التايب دي فين؟ دي اتشالت خلاص. تمام. نروح للي بعد كده. كونفيرت دي بقى ما كانت، دي مش في المحاضرة، فتعالى بقى واحدة واحدة أفهمها لك. convert to list into a dictionary. دلوقتي احنا عندنا، أكيد فاكرين الليست المفروض ذاكرتوها. فدلوقتي عندنا ايه؟ لستة اسمها كي، عملنا بالليست. أنا مش هقول عملنا الليست ازاي عشان أكيد المفروض عارفين سكوير براكتس تكتب جوه اللي انت عايزه. فدلوقتي عندنا لستين اهم. كتبنا جوه الليست دي نيم، وجوه الليست دي ايج. جوه الليست دي نيم وايج، والليست دي أليس 25. فدي تطابقت مع دي، نيم مع الأليس والإيج مع ال25، ولازم يكون ده عددهم زي ده. فأنا هنا سميتهم كي. ممكن تسميهم اللي أنت عايزه، مش شرط كي. فاليوز وفاليوز ممكن تسميهم اللي أنت عايزه، بس يعتبر يعني تعبيريا عنهم. بعد كده بتعمل إيه؟ بتكتب ديك زب، وتكتب الكي والفاليوز بتوعك أو الفاريبلز اللي أنت عامله بالشكل ده كده. وما تنساش تقفل الأقواس كويس كده. تكتب برنت الديكت، لازم تكتب ديك عشان تحولها، وبرضو دي عشان تحولها. فتحت أول قوس ده بتاع البرنت، ما تنساهوش ده بتاع البرنت. فبص، ده بتاع البرنت اللي اتقفل، ده بتاع الديك اللي هي دي. فبص اتقفل. بعد كده ده بتاع الزد اللي هو ده، عذرا، واتقفل. وقلت ده الفاريبلز الاتنين بتوعك. تمام. لو عملت كده عمل لي ديكشنري. قلت برضو دول انا ممكن اغيرهم عادي يعني عشان محدش يفكر انهم كيو فاليوز يعني لازم اكتبهم كيو فاليوز او كيو اكس وزد. اكس زد اهو، اداني نفس الحاجة. تمام كده. ده لو عايز احول من ليست لديكشنري، لو عايز احول من ليست لديكشنري. تمام. تمام. بعد كده ده الاساينمنت، ده بتاع الديكشنري. ان شاء الله هحله معاكم في فيديو تاني ان شاء الله. بس كده، والسلام عليكم.